فعلا لقيت منتج مستوفي كل الشروط اللي انا حطيتها. يلا بينا على شارع الجامع الاحمر عشان اخيرا نجيب اول منتج للبراند بتاعنا. العربيه اللي انا كنت راكب فيها خبط خبطه صغيره. العربيه كان في عربيه ملاكي قدامي. بصراحة مش عارف ليه أنا بصور دلوقتي الساعة 1 بالليل، المفروض كنت نمت من ساعتين فاتوا، بس دماغي مش عايزة تنام. دماغي بص بتاكلني، مش عايزة تنام. عمال أفكر في منتج معين أو حاجة تحل مشكلة. أنا عاوز أدخل في التجارة الإلكترونية. بصراحة كنت عاوز أعمل الموضوع ده خلف الكواليس يعني، بس فكرت كتير وقعدت كتير مفيش فايدة. فحبيت احط نفسي في تحدي قدامه كده. ممكن ناخدكم في رحله، هاخدكم في رحله طويله جدا، ممكن توصل لشهر ولا شهرين. يعني ممكن اقسمها على، ممكن احطها في فيديو واحد، وممكن اقسمها على فيديوهين او ثلاثه، على حسب بقى. فبكره ان شاء الله، بكره الصبح حاول افكر في حته منتج او منتجين. ممكن اتنين ينجحوا او واحد يفشل وواحد ينجح، او الاتنين يفشلوا يعني لا قدر الله. فاشوفكم بكره الصبح ان شاء الله في فكر جديد ومنتج، وهاخدكم معايا في رحلة فلوجات بقى وحاجات، ومن أول 0 جنيه لغاية إن شاء الله unlimited. يعني معرفش بصراحة يعني. يلا أشوفكم الصبح، سلام. طيب يا شباب، صحينا من النوم خلاص، يعني المفروض نبدأ بقى نشوف المنتج اللي هنشتغل عليه ونبدأ. يعني بصراحة في 4 أيام وحرفيا مش لاقي منتج معين ابدا بيه. فخش بس غرفة العمليات بتاعتنا، نفتح النور، كل حاجة تمام. ده البي سي وده اللي دي غرفة العمليات اللي انا بصور منها. ده الشغل كله هنا، المدعكة كلها هنا. فيلا نبدأ. اللي مش فاهم الفكرة يا شباب هحاول ان انا اشرحها بشكل سريع. الفكرة ان انا عايز اجيب منتج او اتنين او تلاتة بالكتير خالص، تلاتة، وابدأ اعمل للمنتجات ديت متجر اونلاين على شوبيفاي او اي منصة تانية، تمام. وابدأ ان انا اعرض المنتجات ديت عليه وخلاص، وابدأ ان انا ايه اعمل اعلانات ممولة ليهم. وطبعا هيكون في شحن على مستوى الجمهورية، ونعمل مبيعات على قد ما نقدر، نحاول ان احنا نبيع الكمية كلها اللي عندنا. هنجيب كام طيب كميات؟ الله اعلم. مش لما نلاقي المنتجات الاول هي تبقى مغامره بصراحه يعني. طب ابشركم يعني قبل ما اصور، في شخص انا شفت له كذا فيديو على يوتيوب اسمه محمد ياسر. شخص محترم ومؤدب، ويعني بصراحه انا شايفه شخص ناجح. كان عمل كذا شورتس عن الموضوع ده، موضوع التجارة الإلكترونية وكده. فأنا بصراحة كان عندي أسئلة، فحجزت معاه ميتنج، ويعني استفدت منه بشكل كويس. وفي يعني كذا معلومة كانت متغيبة عندي، أو أنا كنت عارفها بس يعني بالنسبة لي مش هتفرق معايا. لكن لأ، لقيتها هتفرق معايا فعلا. وهي اكبر مشكله عندي ان انا اجيب المنتج. فعشان اجيب المنتج في معايير اصلا عشان اجيب بها المنتج. والمنتج الرابح اعرفه ازاي؟ هما كذا حاجه وكذا شرط، انا جايبهم بصراحه مجمعهم من كذا شخص. يعني اول شرط معانا هو المنتج ده لازم يكون مناسب للمحتوى، لازم ان انا اعرف اصوره عشان اعمل عليه اعلانات. طيب 2، لازم يكون المنتج عليه طلب. 3، سهل يتصنع، يكون سهل المنتج ان انا سهل اجيبه او سهل اصنعه. طيب شرط 4، يكون منتج بسيط كده سلس، مش حاجة معقدة يعني. غير قابل للكسر، ده كده 5، غير قابل للكسر عشان في الشحن ما يتكسرش وهو بيتشحن. طيب رقم 6، يكون سهل الشحن اصلا. رقم 7، إعادة تخزين، يعني أعرف أجيبه تاني. يعني خلاص نفذت الكمية عندي، أعرف إن أنا أجيبه تاني وأخزن عشان أبيع تاني، إعادة تخزين. 8، آه، يكون بيع إضافي، يعني المنتج ده ينفع يتباع مع حاجة تانية ولا لأ. هو ده بصراحة أنا مش شايفه شرط يعني، هو ممكن يكون اختياري. يعني مثلا يعني في بخور أو في مبخرة، مثلا المبخرة ينفع يتباع معاها بخور. هي دي حاجة اسمها إيه؟ بيع إضافي في حاجة جنب حاجة. طيب رقم 9، يكون سهل التخزين، يعني ما يكونش مساحته كبيرة ولا ياخد مساحة كبيرة. يكون حاجة أعرف أرتبها، يكون سهل إن أنا أخزنها عامة عشان ما تتبهدلش. فيلا أخدكم معايا في رحلة البحث عن المنتج ده.
او ما يكونوا 3 منتجات بالكتير خالص عشان الميزانية وكده. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طيب بعد ساعة تقريبا من البحث على الفيسبوك لقيت جروبين تليجرام، يعني فقعدت ادور على المنتج اللي يستوفي الشروط اللي انا حاططها. في اكتر من منتج لكن للاسف مش حاطين اسعار، ودي بالنسبة لي يعني حاجة مجهولة بالنسبة لي. فبعت للأخ محمد ياسر، فبصراحة أنا مش عارف أشكره إزاي. بعت لي شيت كامل، يعني اللينك ده فيه ناس كتير 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 موردين. يعني بص اللينكات ديت ما شاء الله. أنا بقى لازم أفلتر الناس دي كلها، ولازم أشوف اللي شغال واللي مش شغال وقصة كده يعني. فأنا هشوف الناس دي كلها وأطلع يعني بتاع 20 جروب ولا حاجة، أو حتى 15 جروب، وارجع لكم تاني. واخيرا حرفيا بعد 3 ساعات شغل، انا بقالي 3 ساعات قاعد على الكرسي ده قدام اللابتوب ده ما قمتش، بحاول ان انا افلتر الجروبات. تخيلوا يعني، شايفين كل الجروبات ديت، كل ده انا طلعت منه ايه؟ يعني ده رقم مهول، طلعت منهم 4 جروبات بس. انت متخيل الرقم؟ 4 جروبات بس. طيب هبدأ بقى في مجال ايه، او اخترت منتجات ايه؟ انا اخترت مجال العطور. طب هتقولي ليه مجال العطور؟ لان انا فعلا لقيت منتج مستوفي كل الشروط اللي انا حطيتها. هو ده جنتل مان. انا شفت المنتج ده على الجروب حرفيا شدني لوحده كده. دخلت سرشت عنه، لقيته مطلوب جدا وسعره حلو جدا. وعلى فكرة سعره جملة كويس جدا جدا، يضرب 2 اكس مستريح في القطاع. يعني انا لو خدته بالجملة وبعته انا هضرب 2 اكس مستريح، ومش هيبقى غالي ولا حاجة. وبصراحة يعني الناس بتشكر فيه، كل اللي بياخد البرفان ده بيشكر فيه، مفيش حد بيطلع له عيوب نهائي ما شاء الله يعني. وكمان ممكن اجيب انواع تانية غيره، يعني ممكن اجيب ده واجيب انواع تانية. انا عاوز اعمل براند كامل عطور، فانا هبدأ بده، اشوف ده فعلا المجال هينفع وفعلا شغال في السوق، في ناس بتشتري بيرفن ولا لا. لو فعلا الناس بتشتري وكله تمام، هبدأ فعلا اعمل براند لنفسي بعيدا عن الاسامي دي كلها وجنتلمان والحاجات دي كلها. لا، هعمل انا اسم كده خاص بنفسي، وابدا ان انا اتعامل مع حد ويصنع لي البرفان بتاعي الخاص بالبراند اللي انا هعمله. الساعة دلوقتي حرفيا الساعة 12، فانا كنت ببحث. فبصراحة انا كنت مخطط ان انا اروح اسكندرية. لقيت حد هناك هيجيب لي البرفان ده. فلقيت حد هنا في القاهرة غير بتاع اسكندرية، في شارع الجامع الأحمر، موجود في وسط البلد. فهتوكل على الله بكرة الصبح وهاخدكم معايا في رحلة، هنلف شوية هناك في الشارع الأحمر، وخير إن شاء الله. فيلا تصبحوا على خير. أنا ما نمتش الساعة 3 دلوقتي، قعدت درست الموضوع حرفيا. أنا خدت كام قرار يعني شقلبوا الموضوع ده 180 درجة. طيب انا كنت مقرر ان انا هجيب اللي هو البرفان اللي اسمه جنتلمان. بس اكتشفت ان انا لو عملت كده وعملت اعلان ممول على الموضوع ده، انا الاكونت بتاعي هيتقفل وهيخش في حتة ايه، حقوق ملكية، لان ده براند عالمي. طيب ايه الحل هنا دلوقتي؟ خلاص هكنسل ده. تمام، ده قرار هناخده انا وانتوا قرار هناخده. هكنسل الجنتلمان وهعمل براند مستقل خاص بي انا، واسم خاص بي انا، ولوجو هيكون على العلبة. على العلبة انا هجيب النسب
من المواد بتاعة العطور. طبعا هختارها بعناية جدا جدا. هروح بكرة، هاخدكم معايا وهروح بكرة، وهجيب العلب، وطبعا هطبع عليها اللوجو وهطبع عليها كل حاجة، وهعمل معاكو النسب وكل حاجة. دي هتبقى معاكو، بس هي هتبقى في شورتس لوحدها، تمام؟ عشان بقى التسويق وكده، انتوا فاهمين طبعا. انا متحمس جدا. انا عايز الوقت يعدي بسرعة عشان انزل بكرة ان شاء الله. شارع الجامع الأحمر موجود في وسط البلد. أنا متحمس جدا جدا، ويا رب تكونوا انتم متحمسين، وأتمنى تستمتعوا معايا بالرحلة ديت وحد يستفاد إن شاء الله. فيلا بقى أنام عشان نصحى بكرة كده فيين ومصحصحين للمشوار. مشوار مهم جدا، مصيري، يعني على ما أعتقد. فيلا أشوفكم الصبح إن شاء الله. سلام. نطفي بس الأباجورة ديت. صباح الخير يا شباب. الساعة 1 دلوقتي بعد الظهر حرفيا، يعني أنا نايم الساعة 7 الصبح، معرفتش أنام من كتر التفكير والله. فأنا قمت بالعافية، قمت بالعافية. فهروح أجهز وننزل أنا وأنتو شارع الجامع الأحمر في العتبة. يلا سلام. طيب يا شباب، انا جهزت الحمد لله. بقالي ساعه بجهز في نفسي. خدت شاور بارد عشان بجد، يعني عشان افوق. كنت مدروخ جدا. وده المايك الجديد اللي احنا هنصور بيه، يعني ده المايك، ده نوعه ده. قولوا لي رايكم فيه. وهنا السؤال بقى، هل انتوا جاهزين ولا لا؟ لو جاهزين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا على شارع الجامع الاحمر عشان اخيرا اخيرا نجيب اول منتج للبراند بتاعنا. يلا بينا هناك، وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي رايح أركب ميكروباص عشان يوديني محطة مترو الشهداء، ومن محطة مترو الشهداء هنركب العتبة إن شاء الله. للأسف العربية اللي أنا كنت راكب فيها خبط من الزحمة، يعني زي ما أنتم شايفين زحمة ما شاء الله. فخبط خبطة صغيرة. العربية كان في عربية ملاكي قدامي فخبطها، فهي جت سليمة الحمد لله. فلقيتهم بقى يتخانقوا بتاع. حاولت أحل معاهم بس للاسف مفيش فايده. فلقيتهم هيأخروا، يعني خدت بعضه ومشيت في محطه مترو قريبه مني، محطه الدمرداش. فهركب من الدمرداش بقى الشهداء، ومن الشهداء العتبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهلا بكم يا شباب. أنا رجعت البيت الحمد لله. الساعة دلوقتي 1، تمام، 1 بالليل. أنا بره البيت من الساعة 2 الظهر، يعني بقالي 10 ساعات. لما انا خلاص فصلت جدا، فانا مش هعرف اصور حاجه تاني النهارده. انا هنام، هاكل وانام، وبكره ابقى اصور لكم جبت ايه. انا جبت الازايز، وجبت الزيت، وجبت الكحول، وجبت كل حاجه، كل حاجه جبتها. فبكره ان شاء الله هوريكم كل الانواع وكل حاجه، والزيت وكحولات والدنيا دي كلها. وهصور لكم فيديو من الكاميرا التانية ان شاء الله. ف أنا النهارده تعبت ومعرفتش بصراحة أصور حاجات كتير من هناك، لأن النهارده الخميس وزحمة بطريقة غبية جدا. الشوارع كلها زحمة، شوارع بص كله زحمة. معرفتش أصور حاجة، يا دوب اللي قدرت عليه صورته. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم لحد هنا واستمتعتوا، واللي اتعلم حاجة اتعلمها. وأشوفكم بكرة إن شاء الله، هوريكم كل الأنواع وكل حاجة أنا جبتها. فيلا تصبحوا على خير، سلام. الساعة دلوقتي 3 العصر، النهاردة الجمعة. فخليني كده على السريع أوريكم أنا جبت إيه. أولا جبت الزيت ده، اسمه إحساس، تمام. جبت خمسينات، يعني 50 جرام 50 جرام كده. الزيت ده اسمه إحساس، يعني كويس جدا جدا. وجبت لافندر ده
لافندر، وعود عماني، ده زيت عماني ان شاء الله يبقى كويس، وده عود بوكيه، وده عود بوكيه، ده كله من شارع الجامع الاحمر، وده فانيليا. تمام، هنعمل ان شاء الله كده ايه، ممكن اعمل ميكس اجربه، ممكن اعملهم لوحدهم. وجبت طيب الحاجات ديت، انا معرفش، انا حاسس ان انا في معمل فيزياء هنا او كيمياء، في معمل كيمياء. ديت 100 ملي وديت 50 ملي. معمل فيزياء ايه، معمل كيمياء، كأني لسه صاحي. بسم الله. وجبت اتنين زيهم تاني، 4. طيب، وجبت ديت ليه؟ عشان تتحط هنا. طيب افتحها بس ثواني كده. اهي، شيل السرنجة دي تتحط كده. عشان ايه؟ عشان ناخد من هنا ونحط هنا، وديت نعبي بيها في الازازة. طيب، وطبعا كحول جبت ده. تمام، ده كحول ميثالون يبحثوا عنه يعني. وده برضو كحول العالمية، 96% كحول، ده 96% صافي. نجرب الاتنين. طيب، نخش بقى على الازاز اللي انا جبتها. اولا، بسم الله الرحمن الرحيم، جبت ديت ديت 30 مل، وديت 50 مل. طبعا نحط هنا ستيكر هنا كده، واللوجو ورا برضو نفس الكلام، وهحط لها علب وكل حاجة تبقى تمام. طيب، وجبت ايه تاني؟ جبت جبت منها 100، وجبت منها، بس ده لون تاني، هي 30. 100. بصراحة ديت يعني كذا حد قال إن هي كويسة جدا، شكلها شيك. طيب، وجبت ديت 50، لا دي 100، دي 100 ملي، وديت 30 ملي، برضه هيتحط لها ستيكر وكل حاجة. طيب، وإيه تاني؟ ودي 30 ملي. طبعا أنا جايب كميات، ورايا كميات كبيرة، مش كبيرة أوي يعني. وجبت وديت، وفي من دي كتير ورا. ليه بقى؟ عشان هحط واحدة، هعبي واحدة من نفس المادة اللي أنا هحطها في الإزازة مثلا يعني. ديت تبقى دي جنب دي. جرب يا ريس من جرب، ما تفتحش دي، جرب دي. عجبتك ماشي خلاص، ما عجبتكش حطها مكانها. تمام، ورجع الاتنين. لكن ما تفتحليش دي وتقولي مش عجباني. جرب ديت الأول، ديت تست، والتاني نفس الموضوع برضه. تمام، وعلى ما أعتقد، جبت ميزان. جبت الميزان ده عشان نحسب الجرامات وكل حاجة. طيب، ده كان الجزء الأول. إن شاء الله هنزل جزء تاني واحنا بنعمل اللوجو، بنعمل كل حاجة، وكمان المتجر بتاعنا هبقى وكل حاجة برضو هصورها إن شاء الله في جزء تاني أو تالت، الله أعلم. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش إيه، يعني أنا بصراحة تعبت في التصوير، وتعبت في المشاوير. فيا سلام بقى لو تعمل لايك واشتراك، اوعى يبقى، وتقول لي رأيك في الكومنتات، يعني تقول لي رأيك، او لو عندك تعديل، عندك حاجة قوله ان شاء الله.